عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني آخر الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل سنة 570، فيكون 570 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم، فيكون الفارق بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام 570 عاما. وهذا يدل على أنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وهي فترة طويلة 570 عاما لم يوصل الناس نبي، تعتبر فترة طويلة. وهذا يبطل قول من قال إنه كان هناك أنبياء، وقول من قال إن خالد بن سنان كان نبيا، هذا الحديث يبطل ذلك. ولهذا أخبر الله تعالى بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث على فترة، ولهذا هذا يحل لنا مشكلة غيرنا ما يقدر يحلها. أتحداه يحلها، أتحداه يحلها. خلي يسمعني الآن، مثل هم يتابعوني كل زين. أتحداهم يحلوها، عندهم فضائيات. إذا إحنا عندنا فضائيتين هم عندهم ألف، يلا منتظرهم خي يحلون هاي المشكلة العقدية، خي يحلون لنا إياها. لو يخالفون القرآن لو يحلوها. الحل عندنا بس أنه من بعد عيسى إلى رسول الله كان أكو نذير يوم أكو نذير، قرابة 500-600 سنة. هم يقولون ماط لا نبي لا إمام، 600 سنة بلا نذير. زين الآية تقول وإن من أمة إلا خلا فيها، ماكو أمة تخلو من نذير. زين شلون 600 سنة من دون نذير؟ حلوا لنا إياها. لو تخالفون القرآن لو تلقوا لكم حل، لأنه إمام ما يعترف به هو إلا يقول نبي بإجماع المسلمين ماكو برا عيسى، لا عند الشيعة ولا عند السنة. عيسى برا محمد صلى الله عليه وآله، وبذلك ختمت النبوة، صح ولا؟ هاي 600 سنة منو بيها النذير؟ عشان تقول لي أنتم شلون حليناها؟ أئمتنا حلوها. شلون حلوها؟ أئمتنا قالوا النذير مو إلا نبي، مرة يكون إمام نذير، مرة يكون حجة، لا نبي لا إمام نذير. فاطمة نذير، مريم نذير، وإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. إحدى الكبر قال الإمام الصادق فاطمة، بينت هناك. ولهذا احنا عندنا من بعد عيسى إلى النبي الأرض ما خلت من نذير. آباء النبي وأجداد اللي عندهم كفرة، عندنا أوصياء أنبياء. لما يكونون أوصياء أنبياء حجة يوم مو حجة، نذير يوم مو نذير. الأرض خلت من نذير ما خلت. عبد الله أبو النبي نذير، هم عندهم كافر. أبو طالب نذير، عبد المطلب نذير، هاشم نذير، هم عندهم كافر. عندهم ذولا كلهم كفرة هم. احنا عندنا ذولا كلهم أوصياء أنبياء، ذولا كلهم نذر. الأرض ما تخلو من نذير. حلوا هاي المشكلة. أنا الآن أوجه لهم النداء وغير يحلوها. شنو تجابني على هذا البحث؟ تجابني هذا وأنه علي مني وأنا منه، والبخاري ما فهم هاي الحكاية، أريد أوضحها. أكو آية بالقرآن هكذا تقول عن النبي: هذا نذير من النذر الأولى. سنتم هاي الآية، هذا رسول الله نذير من النذر أسألكم بالله، النبي نذير أول وأخير كنبوة أخير. زين القرآن الكريم يقول هذا نذير من النذر الأولى. يا رب العالمين، رسول الله آخر نذير بالأنبياء. أسأل أئمة هم نذر كنبوة، أحكي خاتم النبيين النبي، هذا نذير من النذر الأولى. القرآن الكريم يقول شلون الأولى؟ المفروض يقول هذا النذير الأخير. القرآن يقول لا، من النذر الأولى. زين المشكلة هنا مو بس طلع النبي نذير أول، أكو نذر يا أولى هو منهم. سؤال، منهم النذر الأولى؟ اللي النبي منهم. هذا نذير من النذر الأولى. القرآن هنا قاعد يتكلم عن ندارة عالم الملك يوم ملكوت. الملكوت عالم الملك النبي نذير آخر، أما عالم الملكوت أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير. أول نور خلقه الله في عالم الكون كله قبل السماوات والأراضين هو نور المصطفى محمد. هذا نذير من النذر الأولى. الطريف القرآن يقول مو بس النبي نوره كان مخلوق، هذا النذير من النذر. أكو نذر وياهم مخلوقين بالعالم الأول. من ذول النذر؟ آلة. زين إذا آلة المفروض القرآن الكريم شي يقول أكو نذر مخلوقين منين؟ من نذير أول. أكو نذر أولى مخلوقين من النذير الأول. القرآن الكريم يقول هذا النذير مخلوق منين؟ من النذر الأولى. هاي شلون؟
هاي تفتح لك باب على قوله حسين مني وأنا من حسين. هذا نذير النبي من النذر. الحسين منه وهو من الحسين. النذير من النذر، والنذر هم شنو؟ من النذير. هذا ولهذا أقول لك البخاري ما فهمها. علي مني كما في صحيح البخاري، وأنا من علي. النذير من النذر، والنذر منين؟ من النذير. هذا نذير النبي من النذر، والنذر هم من النذير. ولهذا لما نتكلم عن علي في مراحله الأولى أو في مرحلته الأولى، القرآن وثقها، وهاي حقيقة موجودة بشبكة آيات، مو فقط برواياتنا الصحيحة المتواترة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، ولم يقل عرضها. عرضهم ضمير العاقل الحي الشاعر. العاقل عاقل بالبداية علم أسماءهم، بعدين عرض عليه شنو؟ ذواتهم. وعلم آدم الأسماء كلها، مو ثم عرضها، ثم عرضهم. عرضهم ضمير احنا عرب، ضمير العاقل الحي الشاعر. من هم ذول العرض عليه ذواتهم؟ النذير الأول والنذر الأولى. لا والطريف. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء يعني موجودات حية عاقلة شاعرة مدركة. بالبداية علم أسماءهم، بعدين راوا ذواتهم. والطريف بعدين رب العالمين في سورة البقرة، ثاني سورة بالقرآن. مشكلة المسلمين يتفاخرون بحفظ القرآن وما يفقهون آية من القرآن، هذه مشكلتهم. بعدين رب العالمين اعتبر تعليم لآدم بأسماء هؤلاء وإنباء آدم للملائكة بهذه الأسماء، اعتبرها غيب السماوات والأرض. إذا كما يقول المفسرون علم آدم الحجارة قال له حجارة، والنخلة قال له نخلة، والحائض قال له حائض. هو الحائض غيب السماوات والأرض؟ والله على الدنيا العفا إذا الحائض غيب السماوات والأرض، إذا الحجارة غيب السماوات والأرض كارثة. يعني القرآن يقول وعلم آدم الأسماء كلها. بعدين آدم الله أسجد للملائكة لأنه تعلم الأسماء. زين إذا الملائكة تسجد لآدم على علم الحجارة والحائط، المفروض الملائكة تسجد لنا الآن وما تسجد؟ المفروض هم تسجد لنا. إحنا نعرف هذا حائط وهاي حجارة وهاي نخلة وهاي سماء وهاي أرض وهذا نهر وهذا بحر وهذا، قد تسجد لنا الملائكة. قضية أكبر من الحجارة. شو تقول لي وين موجود بسورة البقرة غيب السماء؟ هاي الأسماء غيب السماوات والأرض وين موجود؟ شوف وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني إلى آخر. ثم قال يا آدم، لما تعلمها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ هاي الأسماء وهذه الذوات محيطة بالسماوات والأرض، وهي غيب السماوات والأرض. ولهذا أفتذكركم الملائكة الله ما علمهم مباشرة هاي الأسماء، ما كانوا يتحملوها. علم آدم أنبأهم. القرآن فرق بين التعليم المباشر لآدم والإنباء من آدم للملائكة. هناك علم